مساء الفل عليكم. فيديو جديد. آه احنا كنا عاملين زي سبيد ران كده على القناة ووصلنا الحمد لله 2000. يعني لو دوسنا كده بقينا 2004. الكلام ده يعني ما خدش معانا اسبوع. طبعا انا اوريدي عندي اكونتات تانية معدي فيها ال 2000، بس الفكرة كلها في ايه؟ انت ازاي توصل للليفل ده؟ ماشي، ماتش صغنطط كده زي اللي قدامنا ده. انا حاجه اوريدي عارفها يعني. لعبت السكوتش. تمام. هو كلت طلع بالفيل. شرحنا التراب ده قبل كده على القناه في فيديو تاني لوحده بيتكلم عن الترابات بتاعت السكوتش. هو طلع بالوزير. طبعا انا كلت. هو كان ممكن يعني ياكل الحصان، ماشي، هيعوج البيادي وخلاص. هو تقريبا قرر ما يعوجش البيادي وخد بيدق. هو الطمع، انت طبعا في الافتتاح ما تبقاش طماع وتاخد تجري ورا البيادق. فانا رجعت تاني بالحصان. طلع بالحصان. طب تعالى نكسر. انسحب. تمام. فتركه بسيطه زي كده اوريدي ماشي. ادت الى ماتش. طيب. احنا طبعا في 4 ماتشات ورا بعض كسبناهم تقريبا، وصلنا 2000. اخر ماتش ده كان مع واحد ريتو 1900. الفكره كلها انت تعمل بدأ سالك. ماشي. احنا لعبنا عادي سيسيليان، مفيش مشكله. انا من ضمن الحاجات اللي بحب العبها بالاسود السيسيليان. كان ماتش عادي طبعا فيه اخطاء كتير، مفيش مشكله خالص. الفكره بقى هنا كلها ان انا يعني طبعا انا استعجلت في ان انا زقت البدأ دي، بس انا عرفت ان انا هنا في فورك. دي انا ما كنتش واخد بالي منها في الخطوه اللي قبلها، اخدت بالي منها. الفورك دي كده كسبت فرق. تمام، كسبنا فرق. تمام. بعد كده حاولت كسر طبعا، أصل هو ممكن ايه حاجه من اتنين، يا هاكل بالوزير فاضطر هاخد البدأ اللي على الاي 5 بكش، وده اللي حصل. تمام. خدت لي بدأ كمان. ماشي. رجعت احمي عشان ما يبقاش في اي كاونتر بلاي الموضوع. هنا جيت، وطبعا انا هنا غلطت غلطه فظيعه ان انا مش واخد بالي ان في فورك اصلا على الوزير والطابيه بتاعتي، فزقيت البدع عادي. فلما زق عليا انا فكرت في ايه؟ هو دلوقتي يعني يا اما اتحرك وياخد طابيه كامله، يا اما تعالى نكسر الدنيا وهتاخد فرق. ماشي. فانت هتاخد وزير، انا اخد وزيرك. تمام. لو انت طمعت وكلت الطابيه هاكل الطابيه بكيش، بعد كده اكل الحصان. هو طلع الحمد لله واخد باله فكل الطابيه الاول، فكلت الحصان وعوجت الباقي. طيب. كل. جيت وقفت في وشه، اداني كيش، طلعت طلبته، راح وقف هنا. هو المفروض تقريبا كان رايح يقف ورا البيدق، بس اتزقت معاه شويه، مفيش مشكله يعني. وخلاص كده كده انا وقفت ورا البيدق، هزقه مره مرتين. ماشي. حتى لو راح رجع وقف في وشي يعني هقرب بالملك وهكسب. طيب. حلو. الفكره بقى كلها في ايه؟ حضرتك اختار لاين بالابيض، افتتاح تكون مستريح فيه، العب براحتك. تمام. اتدرب عليه. ماشي. وشوف الدنيا هتيجي ازاي. طبعا احنا لو رجعنا شفنا الاكونت مثلا هتلاقي مثلا انا من يوم 18/6، من يوم اللي عملت الاكونت لحد 24/6 هوب وصلت 2000. الكلام ده طبعا مش هينفع يعني، احنا مفيش حد بيوصل 2000 في 7 ايام مثلا او 6 ايام. لازم تكون انت اوريدي عندك معرفة بالتشيس ولاعب وعامل وكل حاجة. طيب. نصيحة ان انت تعملها، ان انت تنقي دفاع بالابيض او افتتاح بالابيض، ودفاعين بالاسود او افتتاحين بالاسود. تمام. وذاكرهم كويس. ماشي. عايز نذاكر سوا، نختار افتتاح، اكتبوا لي في الكومنتات. ماشي. وشوف الدنيا فين. طبعا حاجه زي دي اللي في المباراه اللي انا قلتها لكم من شويه دي، هتلاقي زيروهات كلها. ماشي. في طبعا كذا مباراه زيروهات، وفي طبعا مباريات مش قادر اقول لكم يعني عد البلندرات، ما مش عارف اقول لك قد ايه يعني. المهم ان انت حاول على قد ما تقدر تذاكر. ماشي. وتحدد الافتتاح. يعني انت لو عارف الافتتاح هتبقى عارف بتعمل ايه. مثلا ماتش زي ده انا اوريدي زي ما قلت لكم بلعب سكوتش، لعب هنا سيسيليان. تمام. هو كده يعني حرمني من التبييت، مفيش مشكله، بس البادئ اتعوجت، هرجع اصلحها له كمان شويه، مفيش مشكله. كلت له طبعا ان انا ظبطت له البادئ دي، انا كان المفروض ما اكلهاش، بس مش مشكله عادي، مش بنعمل اخطاء عادي يعني. استخبيت بالملك اللي هو يعتبر حاجه اسمها بيت مانيوال يعني، مش تبييت عادي. هو طبعا عمال يزق عليا بيادق، انا بحاول اعمل اي كاونتر يعني. انا هديت له طبيعي. انا دلوقتي كان نفسي اعمل ايه بقى بعد ما كسرت؟ كان نفسي ازق البيدق
ماشي بتاع البي ده مره في مره، يعني مره امشي له الاسود ومره اقفل على البتاع. لان البدأ اللي هو السالك عنده في 3 ده خطير جدا، يعني لو هو كان عارف يترجمه انا كنت خسرت الماتش، بس هو ما عرفش يترجمه الحمد لله. هنا طبعا كنت طالب ان انا اخد منه البيدق ماشي، بس هو يعني ايه وقف، فانا كسرت ماشي. زقيت هيجي هنا تمام، زقيت تاني فلازم يمشي بالفيل. انا دلوقتي قلت ده، انا قلت ايه نعمل تريك كده ناكل دي. طمع وكل البيدق ياخد مات على الصف الخلفي، لو ما كلش يبقى انا معايا بدأ زياده احاول اترجمه، والفيله مش متعاكسه الالوان فكده يبقى في احتمال ان انا اكسب. لكن لو فيله متعاكسه الالوان بنسبه كبيره بيبقى درو يعني. طب وكلت ودخلت واحده واحده كده بالملك ماشي، هو داخل برضو، فضلت حامي مش هيعرف يقرب. المهم يعني هو وقف هنا، انا حاولت اقرب برضو، طبعا هو زق اصل انا هاكل فياكل يعني، لا انا فوت. تمام الموضوع ده بيفرق كتير، اما في ناس موضوع التفويض ده مش بيبقى يجي في دماغهم، مثلا لو مستواك اقل من 1500 ولا حاجه لا فوت عادي مفيش مشكله، او مجرد ان انا فوتت خلاص انا كده كده هجيب اجباري وزير، او هتضطر تضحي بالفيل في الحالتين، هروح اكل بدأ من البدائين وهرقي فانسحب. يبقى نصيحتي ليك عشان تعدي ان شاء الله 2000 تمام. طبعا ما فيش حد يقول لك خلي مستواك 2000 في اسبوع والكلام ده، بس الفكره كلها ان انت نقي افتتاح بالابيض زي ما اتفقنا، وافتتاحين بالاسود، رد على الاي 4 وعلى الاي 5 ماشي، وان شاء الله باذن الله في خلال فتره انت هتحس ان مستواك بيتحسن. وممكن زي ما اتفقنا نشوف افتتاح بالابيض وافتتاحين بالاسود نشرحهم بالتفصيل، نلعب مع بعض جيمات مفيش مشكله. القناه بس توصل ل 50 سبسكرايبر ان شاء الله، وهحاول اطلع معاكم لايفات. وبرضه عشان القناه توصل للناس ممكن ابقى اطلع لايفات في اي مع اي قناه تانية مثلا بتطلع لايف اوريدي مثلا معروفه، فممكن نطلع معاها برضه نلعب نكسب نخسر مفيش مشكله. احنا كده كده هدفنا في الاول والاخر ان احنا نتبسط مع بعض ونتعلم حاجه ونقضي وقت لذيذ، وكده كده الواحد الحمد لله بيحب الشطرنج، فيبقى ان شاء الله افاده لينا وليكم. والى اللقاء في فيديو اخر.